السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مطبخ خديجة المناوي. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. وكنبغي نرحب بكاع المشتركين الجدد اللي انضموا معايا للقناة، وكنشكر اي واحد فيكم خلى لي تعليق، صراحة كتفرحوني بزاف. شكرا لكم. اليوم جيتكم بواحد الكيكة اللي زوينة بزاف، غادي تكون بالقرفة ديال هذا الفصل هذا مع كويس ديال القهوة، كتجي يا سلام. غادي تكون محشية بالجبن وبالمذاق كما قلت لكم ديال القرفه، كتجي رائعه سهله بزاف. ويعني ما غادي نحتاجو لا ميزان لا والو، غادي نعطيكم العبار غير بالكاس. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال اعجابكم. الا عجبكم الفيديو كيف ديما ما تنساوش تخليو لي لايك وتخليو لي شي تعليق زوين في هذا الفيديو هذا. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش ديروا ابوني باش توصلوا بكل جديد. فخليكم معايا لاخر الفيديو، فرجه ممتعه. فغادي نبداو بسم الله. اول حاجه غادي نوجدوا الكيكه ديالنا اللي غادي نبداو. اول حاجه غادي نخلطوا النواشف. غادي ندير هنا واحد 2 أكواب ديال الدقيق. انا عبرت بهاد الاكواب المعياريه، كل كوب الوزن القياس ديالو 200 مليلتر. غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملح. غادي نضيف ملعقه صغيره ديال القرفه، مع ملعقه صغيره ديال بيكربونات الصودا. وغادي نضيف 2 معالق صغار ديال الخميره ديال الحلوى. وغادي نضيف واحد الحكه صغيره ديال الكوزه، كتبقى اختياريه. الا بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ممكن تستغناو عليها. الا بغيتو تضيفوا حتى واحد نص معلقه صغيره ديال سكينجبير كيبقى لكم اختيار، انا ما درتوش. حتى هو كيجي مع هاد الكيكه هادي، كيجي مع القرفه اللي بغى يديرو. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان، وغادي ندوزو نكملو الوصفه ديالنا. كما شفتوا خديت هنا واحد الكاس ديال الحليب، يعني باش عبرت الدقيق كنعبر الحليب. ضفت عليه ملعقه كبيره ديال الخل، وغادي نحركو مزيان ونخليه يتفاعل واحد المده ديال 5 دقائق. كما كتشوفوا راه ملي كنديروا الخل على الحليب كيتقال شويه، يعني كيولي بحال اللبن. هنا في واحد الاناء غادي ندير نص كوب ديال السكر البني مع كيس ديال السكر بنكهه الفاني. وغادي نضيف كذلك نص كوب ديال السكر عادي. غنزيد عليهم هذاك الكاس ديال الحليب مع الخل. غنضيف 4 الحبات ديال البيض اللي يكونوا متوسطين، ومن الاحسن ما يكونوش باردين. وغادي نزيد واحد الكاس، يعني ماشي هذا اللي عبرنا به، غادي ديروا 150 مليلتر ديال الزيت اولا كاس ديال العنبه. صافي وغادي نخلط مزيان بالطراب الكهربائي حتى يتخلطوا لي هاد المكونات مزيان ونحسوا بهذاك السكر داب. دابا غادي نزيد داك الخليط ديال الدقيق مع الخميره، كنغربلو في دقه واحده. وغادي نخلط كذلك. هنا ممكن ما ديروش الطراب الكهربائي، هذاك الخليط السائل طحنوه مزيان في الميكسور وتزيدوا عليه هذاك الخليط ديال الدقيق مع القرفه والخميره. غير هنا ضروري كتخلطوا مزيان بالطراب باش كيجينا الخليط ديال الكيك مهوي وكيجينا خفيف. هنا في هذه المرحله هذه ديال الدقيق ممكن تطحنوا بالميكسور وتخلطوا يعني بهذاك الطراب اليدوي. كيكون هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا، كيكون شويه خفيف. مباشره غادي نكبو في واحد القالب اللي يكون دائري، القياس ديالو 20 سنتيم. فرشتو بورق ديال الفرن ودهنتو بالزبده ورشتيتو بشويه ديال الدقيق.
صافي غادي ندخلو الفران اللي يكون سخون على 160 درجه، كنخليوه يطيب على خاطرو. بالنسبه للوقت خدا لي 50 دقيقه. ودائما قبل ما نخرجوه من الفران كنقلبوه بواحد العود ديال الخشب، الا خرج ناشف صافي كنعرفوا الكيك ديالنا راه واجد. مباشره ملي كنخرجوه كنقلبوه فوق واحد الشبكه وهو مازال سخون، باش ما عرفتش شنو نقول، هذيك الطبقه اللي تنفخات الفوق تنزل شويه، يعني تولي متساويه. ملي كتبرد لينا الكيكه كنقطعوها على جوج. وهذيك القبه اللي طلعت باش يجينا الكيك متساوي كنحيدو هذيك الطبقه الفوقانيه. صافي كيكون هذا هو الشكل ديال الكيك، نخليوه على جنب. وباش غادي نعمرو هاد الكيكه هادي غادي نحتاج واحد العلبه ديال الجبن كريمي، الوزن ما بين 180 تقدروا ديروا حتى 200 غرام. كانت عندي علبه فيها 180 غرام. غادي نزيد عليها ملعقه فقط ديال السكر كلاصي، غير ملعقه باش نقادو شويه الحلاوه وما يجيناش الكيك حلو بزاف. وغادي نخلطو بالطراب اليدوي مزيان حتى يولي كريمي على هاد الشكل. وغادي نزيد عليه هنا واحد 30 غرام ديال الكركاع مقطع طريفات، اولا 2 حتى ل3 المعالق، يعني على حساب الذوق ديالكم. وكتكون الكريمه ديالنا واجده. صافي غادي ناخذ هذيك الطبقه الاولى ديال الكيكه، كندير الكميه كامله ديال الجبن. صافي وكنسرحوها بواحد السباتول اولا ملعقه، نحاولوا نديروها مقاده. والمكون اللي غيزيد لينا واحد المذاق زوين وكيجي بزاف مع هاد الكيكه، حيت حتى هو فيه المذاق ديال القرفه. غادي ندير هاد الزبده ديال السبيكولوز اولا الكريمه ديال هاد البسكوي هذا. خديت واحد العلبه، الا كان عندكم يعني جامد كان عندكم في الثلاجه كتاخذوا واحد الكاسرونه ديروا فيها الماء سخون كيما درت انا، وكنخليوه حتى كيتطلق مزيان باش كيجينا ساهل في الخدمه. كندير واحد الطبقه ديال الكريمه بهذا الشكل فوق الطبقه ديال الجبن. وغادي نديرو الطبقه الثانيه ديال الكيك. هذيك الطبقه اللي لتحت هي اللي درتها من فوق باش كيجينا الشكل ديال الكيكه مقاد. واخر حاجه غادي نغلفوها بهذيك الكريمه اللي بقات لي. هنا بالنسبه للقياس راه شاطلي من هاد العلبه، يعني ما كملتهاش كامله. ودائما ملي نبغيو نكلاصيو الكيكه كنديروا واحد الورق ديال الفران اولا شي بلاستيكه من تحت باش هذاك الفائض اللي ينزل نوليو نجمعوه. غادي نزيد كميه اخرى. وغادي نبقى نحرك الشبكه بهذا الشكل هذا باش كينزل لي من الجناب وكتجي مغلفه يعني بشكل متساوي.
صافي من بعد ما غلفتها مزيان، هنا في الاخير كنزينها بواحد الحبه ديال الكركاع. تزيين بسيط وكيجي الشكل ديالو زوين، وكتكون هذه هي الكيكه ديالنا، يعني ساهله، راه ما كتاخذش بزاف الوقت في التحضير. فكنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. الا جربتوها ما تنساوش تبارطاجيو معايا في الصفحه ديالي في انستغرام التطبيقات ديالكم. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.